ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. النهارده فيديو جديد وفيديو حلو قوي، ميزانية فراخ ولحوم شهر رمضان. كل سنة وانتم طيبين وتنعاد عليكم الأيام بألف خير. ما تنسيش بقى تحطي لي لايك للفيديو وتشتركي في قناتي لو أول مرة تشوفيني. فعلي الجرس على إشعار الكل، هيوصلك إشعارات بكل فيديوهاتي الجديدة. تعالوا بقى أقولكوا على الميزانية اللي عملتها لشهر رمضان. وبصراحة يعني في حاجات أنا شارياها بأسعار غير الأسعار الموجودة دلوقتي، زي الفراخ مثلا، واللحوم برضو كان عليها عرض حلو جدا. ولو تلاحظوا بقى التاريخ اللي هو مكتوب على التيكت، ان انا كنت شارية تقريبا كان يوم 22/1، يعني شارية اخر اسبوع في شهر واحد. فكان عليه بقى عرض الوراك، الكيلو كان ب75 جنيه. حاليا انا مش عارفة الوراك وصل سعرها لكام، تقريبا 90 95 حاجة زي كده. فكنت شارية وقتها الميزانية بقى اللي كنت عاملاها لنفسي وطبقتها واشتريت بيها بنفس الأسعار. كان وقتها كيلو الوراك ب75 جنيه، وكيلو البانيه ب160 جنيه. يعني كانت 3 كيلو بانيه ب500 جنيه. حاليا أنا مش عارفة ال3 كيلو بانيه الفصوص سعرهم قد ايه. وكان برضو عند ميدو، كنت أول مرة أجرب من عنده الفراخ، فالوراك دي أنا شاريها من عند ميدو. والصدور اللي هي في العلبة كان عليها عرض برضو الكيلو ب160 جنيه. فجبت بقى كمية الفراخ دي، وهقولكوا برضو اخر الفيديو الكمية بالظبط كانت بايه والاسعار كلها كانت كام. في برضو هنا اللحمة البافالو من عند السرادي، وكان عندي طبق اللحمة البرازيلي ده موجود عندي تقريبا من شهر فات او اكتر، كمان من شهر 12 تقريبا 27/12. فالمهم يعني اللحمة البافالو عند السرادي تحفة جدا. الكيلو كان عليه عرض ب220 جنيه. هتلاقي اللحمة البافالو موجودة في اماكن كتير قوي، سعرها ما بين 195 180 200 220 240. فبصراحة يعني لو حد بقى من دمنهور أو من دسوق، الوحيد اللي بثق في اللحمة عنده جدا هو السردي. فكنت جايبة 3 كيلو لحمة، كان سعرهم 660 جنيه. فاللحمة البفل بقى، عايزة تلفي سمبوسة، عايزة تعملي برجر، عايزة تعملي كفتة رز، كل الحاجات دي بتكون حلوة جدا. عايزة تجيبي اللحمة البرازيلي او اللحمة اللي هي البلدي وتعملي منها كفتة، اللي هي بقى كفتة حاتي او كفتة بانيه، مفيش اي مشكلة. بيبقى معانا بقى الميزانية بنبدأ ان احنا نشكل فيها. فده كده بالنسبة للحمة اللي هي البفلو واللحمة البرازيلي والفراخ. في بقى عرض تاني عند جزارة الزهراء، ودي بقى اللحوم البلدي. طبعا جزارة الزهراء انا بقالي تقريبا سنتين او اكتر بتعامل معاهم وبشتري من عندهم اللحمة البلدي، وحقيقي لحمتهم حلوة جدا، يعني لحمة بلدي كده ريحتها حلوة وكمان طعمها حلو جدا. فاول حاجة كان هو بقى عامل عرض الكام يوم اللي فاتوا، او هنسميها مبادرة. كان عامل مبادرة كده وسعر اللحمة كان فيها يعني ارخص كتير قوي من اماكن تانية. فكانت اللحمة المفرومة الكيلو ب300 جنيه، لحمة بلدي زي ما شفتوا معايا كده. كنت شارية طبق نص كيلو، وبرده كان عرض على الكبدة البلدي الكيلو ب300 جنيه، بدل من تقريبا 400 او بدل من 500. وبرضو بشتري الكبدة اللي هي المجمدة من عند السرة دي، حلوة جدا. الكيلو بيكون في حدود 185 او 180 جنيه، برضو بتكون حلوة قوي. فزي ما انتوا شايفين الكبدة جايالي يعني كانت فريش فريش. كان قاطع لي بقى حتة الكبدة على بعضها، وكان في تقريبا حتة كده من القلب، فهنقلها بقى كده معايا في طبق. وكان في كمان اللي هي بقى اللحمة القص والرقبة، او اللحمة العجالي، او زي حبايبي كده في اسكندرية بيقولوا عليها اللحمة الشمبري. واحنا عامة هنا في دمنهور بنقول عليها لحمة عجالي، اللي هي العجول الصغيرة. فبقى دي تنفع تعملي بيها مثلا برام رز، تعملي بيها ورقة لحمة كده ببصل، تعملي طواجن تورلي، بتستوي بقى معاكي بسرعة وبيكون ليها طعم حلو جدا. فزي ما انتوا شايفين هي عامة بتكون لحمة بعضمها، اسمها قص ورقبة. في منها المشفي تقريبا الكيلو في حدود 400 جنيه او حاجة زي كده، بس انا جايبة اللي هي اسمها قص ورقبة، كان عليها عرض الكيلو ب220 جنيه. فبرضه سعرها يعتبر كويس. وهي عامة القص والرقبة بيكون سعرها في حدود 260 270 على حسب طبعا كل جزار. فاشتريت بقى كيلو على بعضه كده ب220، عشان عايزة اعمل منها ورقة لحمة بقى ببطاطس. يعني انا بشتري الحاجة وبعمل كمان منيو لنفسي، ان انا عايزة اعمل الاكلة دي يعني الوصفة كذا. فهسيب بقى الكيلو ده كده كامل على بعضه هعمله في وصفة لوحده. وفي كمان بقى اللحمة البقري، الكيلو كان ب300 جنيه بدل من 320.
هم عندهم اللحمة بقالها كام شهر الكيلو ب320. وشفتوا معايا الكيلو اللي كنت جايباه الشهر اللي فات وعملت بقى معاه كده فتة، اللحمة فعلا كانت تحفة جدا. فالاتنين كيلو لحمة اللي هي القطع من اللحمة البقري سعرهم كان 600 جنيه. فالاوردر كله على بعضه كان تقريبا ب1040 او 1050 حاجة زي كده. هتشوفوا معايا في اخر الفيديو في السكرين اللي هنزلها لكم. بس بصراحة لما جات لي بقى اللحمة اونلاين، هو سألني عايزة اللحمة ملبسة ولا عايزاها لحمة حمرا. انا قلت له عايزاها لحمة حمرا، بس اللي بعتها لي كانت لحمة ملبسة او قطعية كده معينة من اللحمة، فيها الجزء اللي انتوا شايفينه ده المكعبات، وفيه جزء تاني شرايح. انما لما محمد بيروح يشتري اللحمة من عنده بيقطع له حتة لحمة حلوة جدا، زي اللي كنتوا بتشوفوها معايا في العيد كده. يعني في العيد بيروح يشتري بقى كمية على بعضها، فبيقطعوا له اللحمة حلوة قوي. انما تجربة ان انا اشتري لحمة اونلاين تاني، خصوصا لحمة بلدي وتكون قطع وعايزاه لحمة حمرا، مش هشتري اونلاين تاني. فلو انت عايزة تشتري اللحمة، انزلي كده بنفسك وشوفي القطعية اللي تعجبك وشاوريله عليها، وتكون اللحمة متقطعة قدامك. فده برضو ايه من الحاجات الاونلاين اللي مش هكررها تاني، ان انا اشتري لحمة بلدي اونلاين. فزي ما انتوا شايفين انا مش عارفة القطعية دي اسمها ايه، لان انا كلمتهم في التليفون قلت له انا كنت طالبة اللحمة لحمة حمرا، انت بعتها لي فيها دهنة كتير جدا. فوقتها قال لي مش فاكرة اسم اللحمة او قطعية اللحمة دي ايه، وقال لي يا فندم ده انت لما تسوي اللحمة هتلاقي اللحمة بتستوي معاكي ومش هتحسي ان هي فيها دهون وحاجات زي كده. فالمهم يعني انا بدأت اقسمها كده في الاطباق، وهقسم ال2 كيلو على 3 اطباق. ولو اللحمة كانت قطعتها كويسة، ويعني كانت القطعية بقى لحمة حمرا، او مثلا قطعة 2 كيلو على بعض وانا بقطعهم في البيت كده مكعبات، كان الموضوع هيكون افضل بكتير، وكان ممكن اقسمها ل4 اطباق. فالمهم اخدت كده ال2 كيلو وحاولت ان انا اقسمهم ل3 اطباق، يعني بصوا بالعافية. ففعلا كان فيها نسبة من الدهون، بس حقيقي يعني لما جربتها وطبخت منها، ان اخدت طبق منهم طبخته، بجد طعمها حلو جدا. فانا قلت خلاص مش مشكلة، مش هضايق نفسي ولا زعل نفسي، ولا اقول لمحمد ان انا اشتريت لحمة وطلع فيها نسبة دهون كتير. هيقول لي ما انا بروح اشتري لك اللحمة وبجيب لك اللحمة اللي كويسة واللي بتعجبك، انتي اتسرعتي وكنتي استنيتي شوية لحد ما انا جيت وكلام من ده. فهو قال لي اللحمة طلعت كويسة، قلت له ايوه اللحمة طلعت كويسة، وعملت منها اكلة حلوة جدا ان شاء الله تنزل لكم بقى في روتينات الايام الجاية. فالمهم يعني قلت خلاص مش مشكلة. عامة في جزارين بيبيعوا اللحمة الكيلو ب420 وب440، وموجودين هنا في دمنهور لحد دلوقتي، ما عملوش اي مبادرة على اسعار اللحمة. فانا قلت مفيش مشكلة، يعني فرق السعر برضو لو كنت اشتريت كمية اللحمة دي على سعر 420 او 440، برضو كنت هصرف مبلغ اكتر من كده بكتير. فمهما كان العرض كان كويس. اللحمة المفرومة يعني انا شايفة ان هي كويسة جدا، ولو عايزة اشتري لحمة مفرومة بلدي فهشتري اللحمة المفرومة البلدي بدل اللحمة البرازيلي، لان البرازيلي من غير عرض سعرها 295 جنيه، يعني 300 جنيه. واللحمة البلدي دي سعر الكيلو فيها 320 جنيه. وصورت لكم قبل كده مكان الجزارة اللي انا بجيب منه. فالمهم يعني قلت ايه خلاص اللحمة بقى جات، ويعني هنبسط بقى واغلف الاطباق واشيلها في الفريزر. وبعد كده نتعلم بقى من الاخطاء، ان الحاجة اللي ما تعجبناش ونجيبها اونلاين لا ننزل نشتريها بنفسنا احسن، عشان برضو نكون ايه شايفين الحاجة قدامنا. ولو انت ما بتحبيش اللحمة مثلا اللي فيها نسبة دهون ما تتضايقيش. فالمهم جبت كده ايه قسم اللحمة البلدي ده، كلفني تقريبا 1040 جنيه او 1050 جنيه حاجة زي كده. قسمتها بقى في الاطباق وطلعوا معايا عدد الوجبات اللي انتوا شايفينها دي، طلعوا 6 وجبات، وجبة كبدة ووجبة لحمة مفرومة، وهعمل بقى كيلو لحمة عجالي على بعضه. وطلع معايا اللحمة البقري 3 اطباق زي ما انتوا شايفين. رتبتهم بقى وقسمت كده الوجبات، وهغلف بقى كل الاطباق دي واشيلها في الفريزر. هعمل بس وجبة منهم الايام دي، وباقي الوجبات هشيلها ان شاء الله لشهر رمضان. ولو تلاحظوا بقى هتلاقوا ان شهر رمضان اللي هو يعتبر الشهر اللي احنا فيه ده اللي هو شهر 2، وميزانية شهر 3، الاتنين هيدخلوا مع بعض كده في نفس الشهر. يعني شهر 2 وشهر 3 هيكونوا ميزانية واحدة، لان شهر رمضان جاي معانا اخر الشهر. وكمان يعني اللي هو مش هنقول بقى ايه ميزانية شهر 3،
فمش هشتري لحوم لشهر 3، انا كده شارية لحوم لشهر رمضان اللي هو هيبدأ مثلا 18 او 19 على حسب الرؤية، هيخلص معانا 18 او 19 3. فاللي هي الميزانية هتكون ميزانية دبل. يعني يا حبايبي بقى اللي متابعيني عارفين ان انا بقسم بند الميزانية اللي هو 2000 جنيه مشتريات بيت اساسية، 2000 جنيه مشتريات تلاجة، 2000 جنيه لحوم وفراخ. فهنقول بقى اللحوم والفراخ شهر 2 ب2000 جنيه، وشهر 3 كمان ب2000 جنيه، يبقى كده 4000 جنيه. وفي بقى 1000 جنيه زيادة اللي انا وفرتها من خزين البيت الاساسي اللي اشتريت بيها شوية اللحوم دي، وجبت كمان يميش رمضان. فكده معايا الدنيا مفيش ضغط عليا، ونفس الوقت معايا مبلغ اقدر ان انا اشتري بيه ميزانية لمدة شهرين متواصلين، لان شهر 2 وشهر 3 عشان فيهم شهر رمضان، فحاسة ان الموضوع داخل مع بعضه. واللي فرق معايا كمان ان الاسعار اللي شارية بيها كانت اسعار كويسة. محمد يعني في عز ما انا تعبانة وكنت تعبانة جدا، الاقيه يروح جايب لي فراخ، جايب لي لحمة. وصاحبه بقى اللي هو عنده محل فراخ وبيشتري منه على طول كان فعلا قايل له قبل رمضان الفراخ سعرها هيعدي 100 جنيه، وممكن توصل ل120 جنيه. فحاليا اسعار الفراخ عندنا الكيلو ب105 او ب106 حاجة زي كده. فبرضو الاسعار رفعت رفعة جامدة. ولو تفتكروا وقت ما كانت الأسعار كويسة وكيلو الفراخ كان ب59 و60 و64 لحد 75، قلتلكوا لو عندكوا أماكن في الديب فريزر اشتري واعملي تفريزات. وطبعا كنتوا هتلاقوا فيديوهات تفريزات كتير جدا في القناة سواء عندي أو عند غيري. لو جمعتي كل الأفكار انتي هتطلعي بفكرة تالتة خالص غير أي قناة انتي بتشوفيها. وكل حد فينا بيشتري على حسب ظروفه وعلى حسب إمكانياته، وشهر رمضان ده شهر خير، يعني القليل فيه البركة. فهو شهر بركة أصلا، وهتلاقي الشهر يعدي والدنيا هتكون تمام جدا. فهنا بقى كنت بقسم كمان اللحمة المفرومة، أنا بقسم الطبق الكيلو على 3 وجبات، وأوقات كمان بقسمه على 4 وجبات. وشفتوا معايا تفريزات الفيديوهات اللي فاتت سواء على القناة التانية أو على القناة هنا، عملت معاكم فيديوهات حلوة جدا بأفكار اقتصادية ازاي تعملي من 2 كيلو لحمة مفرومة. تقريبا كانوا 9 وجبات. عدوا بقى معايا الوجبات اللي هقولكوا عليها. طب ازاي يا شيمو هنقسم الوجبات؟ عملت وقتها نص كيلو لحمة مفرومة كفتة رز، طلع معايا 3 وجبات. وعملت نص كيلو كفتة بانيه وعملت منه كور كفتة اللي هي كرات الكفتة. والنص كيلو التالت عملت منه كفتة برغل وكمان طبق كفتة تركي. واخر نص كيلو في ال2 كيلو عملت بيه لحمة معصجة، اخدت كده منه طبق كويس عملت بيه صينية مكرونة بشاميل. وكان فيه طبق صغير ممكن ينفع بقى لف سمبوسة، ممكن نعمل بيه مثلا رولات اللحمة ونعمل جنبها رولات جبنة. وتقسيمة الوجبات دي بتعدي وبتخلي معاكي الميزانية قمر جدا. فهتلاقوا الفيديو موجود سواء في القناة دي او في القناة التانية، انا مش فاكرة بالظبط كان في انهي قناة. فالمهم كده حبايبي هتلاقوا وصفات كتير جدا لأفكار، مثلا الكيلو لحمة يعمل معاكي 4 وجبات. كل الفيديوهات دي لو عرفت اجيب لكم اللينكات واسيبها في اول كومنت مثبت تاخدوا منها برضو افكار هتبقى معاكي لذيذة قوي. وبالنسبة برضو لأسعار الفراخ اللي بقى سعرها اوفر، احنا عندنا بالمرحلة دي قبل كده والفراخ وصلت معانا ل110 و120 جنيه. فبرضو كنا بنجيب فراخ ونعمل تفريزات وتقسيمات حلوة جدا. وبرضو هنزل لكم فيديوهات مختصرة بميزانية مثلا يعني 1000 جنيه فراخ وبجيب ب1000 جنيه لحمة، فهنزلك ميزانية ال1000 جنيه فراخ في ظل برضو الأسعار الغالية قوي دي، وهنعمل بيها تقسيمة حلوة جدا. هتجيبي 3 فرخات مثلا وهتجيبي معاهم كيلو بانيه، وهنشوف كده هنعمل بالتقسيمة الحلوة دي لو هنقول الفرخة ب250 جنيه، يعني ال3 فرخات هيكونوا في حدود 750 جنيه، وكيلو بانيه ب220، يعني هنقول في حدود ال1000 جنيه. هنزلك ان شاء الله فيديو على القناة التانية في ميزانية فراخ اللي هي تقسيمة ال3 فرخات والكيلو بانيه، او ممكن تبدلي البانيه مثلا وتجيبي وراك. فان شاء الله هنزلكوا الميزانية دي، خدوا منها افكار وشوفوا برضو طريقة التقسيم ازاي، لان في فيديوهات كتير موجودة عندي وتقسيمات وافكار كتير جدا لتفريزات الفراخ وتفريزات اللحوم برضو. فالاول انا كنت قادرة ان انا اجيب اللحمة كلها في وقت واحد واعمل التفريزات كلها، يعني وجبات جاهزة كده على التحضير.
بس حاليا انا ما عنديش الاوبشن ده، رجلي تعبتني جدا، ظهري تعبني قوي، مبقتش اجهد نفسي زيادة عن اللزوم، فبقيت اعمل على قد طاقتي. فطاقتي بقى الايام دي جايباني ان انا مثلا اجيب اللحمة المفرومة اقسمها كده معايا لاكياس كده، كل كيس فيه كمية اللحمة المناسبة للوجبة اللي عايزة اعملها. وكمان ده هيكون كويس للتصوير، ان كل وجبة عايزة اعملها هتشوفوها معايا من الاول للاخر. غير طبعا الوجبات اللي هي بتكون جاهزة، انا بكون منزلة فيديو اول الشهر بيكون فيه كل التحضيرات، وطبعا يعني على مدار بقى الشهر ببدأ ان انا اعمل معاكم الاكلات على التسوية على طول. فالايام دي انا ما عنديش وقت بصراحة، ولا عندي كمان مجهود ان انا اعمل الوجبات على بعضها. فلو انت عندك طاقة ومجهود وبتعرفي تقعدي كده في مكان وتعملي الحاجة وانت قاعدة، خلاص مفيش مشكلة، اعملي التفريزات وانت قاعدة ومرتاحة، هيبقى معاكي الموضوع لذيذ جدا. بس حقيقي انا من الناس اللي مش بتعرف تشتغل خالص وهي قاعدة، يعني كل شغلي وانا واقفة. عشان مثلا اعمل اي حاجة وانا قاعدة، وتفريزات كمان، يعني اكتر حاجة التفريزات سواء لحوم او فراخ، لا بحس الموضوع صعب جدا. فعشان كده انا قسمت معايا ال3 كيلو لحمة على 9 اكياس، كل كيس فيه وجبة يعني مشبعة، وبتكفي اسر مكونة من 6 افراد، وحلوة جدا. فزي ما انتوا شايفين معايا، اللحمة القطع قسمتها لتقريبا 6 اطباق، واللحمة المفرومة قسمتها ل9 اكياس. وهتشوفوا معايا ان شاء الله الفيديو الجاي تفريزات بقى الفراخ اللي ما ينفعش اشيلها كده على طول، لازم كده اغسلها كويس جدا واعملها تفريز. تعالوا بقى نشوف كده الميزانية كتابية. اول حاجة 600 جنيه، دي كانت اللحمة القطع. 150 جنيه و150 جنيه دي كانت الكبدة واللحمة المفرومة. و220 جنيه كان سعر كيلو اللحمة اللي هي العجالي، و20 جنيه توصيل. يعني الإجمالي كله اللحمة البلدي كانت 1140 جنيه. ودي كانت ميزانية اللحوم البلدي أو الميزانية الزيادة اللي ضفتها معايا لشهر رمضان. تعالوا بقى نكمل الميزانية ونشوف باقي الحاجات اللي جبتها، اللي هي بقى اللحمة المفرومة كانت ب660 جنيه، و350 جنيه كان 4 كيلو ونص من الوراك. وفي كمان 660 جنيه، دول كانوا سعر البانيه، كنت شارية 3 كيلو بانيه لوحدهم كانوا ب500 جنيه، و160 جنيه كيلو البانيه اللي هو كان في العلبة من عند ميدو. فإجمالي الميزانية لحد كده كان سعرها 2710، يعني هنقول 2700. ممكن بقى اشتري كيلو سجق ب200 جنيه، واشتري كمان مثلا نص كيلو كبدة ب100 جنيه، وهيبقى معايا إجمالي الميزانية 3030 جنيه. وممكن برضو أجيب 3 كيلو سمك أو 4 كيلو سمك بلطي، الكيلو عندنا ب60 جنيه، فممكن أشتري 4 كيلو سمك بلطي على 2700، هيبقى معايا برضو ميزانية 3000 جنيه. هنزل لكم برضو سكرين بأسعار السمك الموجودة عند كمال علام، مؤخرا بقيت بشتري من عنده، وده كان عرض امبارح. كيلو ونص سمك بلطي بالشوي سعره 100 جنيه، يعني الكيلو ب60 جنيه. وكمان في السمك البوري ب100 جنيه، فأسعاره وجودة السمك عنده حلوة جدا. تابعوا بقى الصفحة، ودي أرقام التليفونات لو حابة بقى تتواصلي وتعرفي برضو الأسعار كده كل يوم. وبس كده حبايبي، ده كان فيديو النهاردة ميزانية لحوم وفراخ وسمك لشهر رمضان. كان عاد عليكم الأيام بألف خير يا رب، وانتظروا بكرة فيديو تفريزات فراخ حلوة قوي. أشوفكم على خير ومع ألف سلامة.